اهلا يوتيوب، عاملين ايه؟ بتمنى تكونوا بخير. فكرة فيديو النهارده يا جماعه هقول لكم على شويه نصايح للمذاكره هتفرق معاكم جدا وهي هتخليكم باذن الله شاطرين ومتفوقين. اول نصيحه يا جماعه وهي تبان غريبه شويه، بس النصيحه دي والله بتفرق معايا. اتابع قنوات بتنزل طرق للمذاكره جديده، طريقه ال45 دقيقه، نصايح للمذاكره، حاجات زي كده، عشان على طول ابقى عارفه الحاجات الجديده والحاجات اللي ممكن تفيدني وتسهل عليا عمليه المذاكره. اتابع قنوات وصفحات على الانستجرام او اليوتيوب تعرفني طرق مذاكره جديده يا جماعه، وهي تعتبر يعني طريقه للمذاكره اساسا عشان تفيدكم وكده في الحفظ. هي يا جماعه طريقه التكرار، هي مش شبه طريقة ال45 دقيقة، هي لأ، هي طريقة تانية. يعني مثلا درس جغرافيا أو درس تاريخ، فكرت مثلا قلت النهاردة أنا هخلص الصفحة دي وبكرة هكمل بقية الدرس وكده. فالنهارده خلصت صفحة، بكرة قبل ما ادخل على الجزء الجديد او الصفحة اللي بعدها براجع على القديم وبذاكر الجديد، وفيما بعد بكرة برضو بذاكر على الصفحتين اللي قبليهم وذاكر على الجديد. فانا بقى دي يا جماعة اسمها التكرار، وان انا بكرر كل مرة الصفحة اللي انا ذاكرتها، فتقريبا بذاكرها 3 4 مرات واجي احل عليها لو لقيت نفسي ما حفظتش لسه فبكرر الطريقة تاني، لانه في مثل كده بيقول لكم كتر التكرار بيعلم الشطار. ففعلا التكرار ده عشان كده المدرسين اذكى طريقه ممكن يعملوها مع الطلاب ان هم يكرروا لهم الدرس كتير، يعني ناس شاطرين. لانه يا جماعه والله لو احنا اصحابنا ما بيفتحوش فعلا كتاب، مش بيقولوا كلام وخلاص، لا هم فعلا مش بيذاكروا وعايزيننا نخرج 24 ساعه وعايزيننا 24 ساعه نروح شمال ويمين وما نتشتت وما نذاكرش، فوالله ده هيأثر علينا وهيخلينا زيهم. لانه الصاحب ساحب، وفعلا الصاحب بيأثر علينا جدا وبيأثر على تفكيرنا وقراراتنا. وعشان كده لازم يبقى عندنا على الأقل 3 4 صحاب، الصحاب دول بيشجعونا دايما على المذاكرة. هقولها دي يا جماعة هي مختصة بتالتة إعدادي وتالتة ثانوي، اللي هما الشهادات اللي هو سنة مصيرية لازم نركز فيها، وبالذات برضو أكيد تالتة ثانوي. السنة دي حاولوا إن انتوا ما تتشغلوش بأي حاجة تاني. أنا مش بقول لكم ما تعيشوش حياتكم في السنة دي وتفنوا نفسكم، كان حاولوا في السنة دي، يعني مثلا السنة دي أنا مش بهزر والله، ما ينفعش فيها إن احنا نحب أو ان نفكر في حد معين او مثلا نبقى ناويين على اي حاجه زي كده. لو بناخد كورس انجليزي او بنروح اماكن معينه او بنخرج كتير في العادي، فالمفروض في السنه دي ان احنا نقلل شويه ونركز في المذاكره. اكيد لازم يبقى في يوم او يومين في الاسبوع احنا بنخرج فيهم عشان نقدر نستعيد طاقتنا في تالتة ثانوي بالذات، لكن ما ينفعش في السنة دي ان انا اشتت نفسي باي حاجة. لو انا مثلا حاسة ان انا صحاب بيشتتوني او صحاب يعني مثلا توكسيك او سامين او فعلا هيضايقوني في السنة دي، فافضل ان انا ابعد عنهم. افضل في السنة دي ان انا ابعد عن اي حاجة ممكن تشتتني. لازم نتأسس كويس، لانه الحاجات دي بتفرق معانا في سنة تالتة ثانوي جدا، لانه كل ده بتبقى درجات كتيرة بتروح علينا. فعشان كده افضل حاجة بدل ما نضغط على نفسنا في السنة دي وقع منا حاجات كتير، الافضل ان احنا ناخد مع مدرس احنا حاسين ان هو هيأسسنا في المادة دي، بالذات زي ما قلت لكم المواد اللي هي لغات زي العربي والانجليزي والفرنساوي. احنا ما اظنش ان هي كانت بتيجي كتير على بالنا او كنا بنستهبلها. انا من الناس اللي كنت بحس ان الفكره دي عبيطه او مش بتنفع، بس اللي هي ورقه التلخيصات، ان انتي بعد ما تذاكري الدرس تعملي لنفسك ورقه تلخيص. والله دي يا جماعه لو حفظناها بعد الدرس او احنا لخصناها بايدينا، ده بيثبت عندنا المعلومه او الحاجات اللي احنا فهمناها. الحاجات اللي احنا فهمناها دي حتى لو احنا نسينا بقيه الدرس، الجزء اللي احنا كتبناه في ورقه تلخيص الدرس اللي احنا كاتبينها بنفسنا دي مش هننساها، لان دي الحاجات اللي فهمناها بنفسنا. حاجة برضو حلوة جدا يا جماعة، بعد ما احنا نذاكر الدرس تمام ونحل عليه، لو احنا عندنا ملخصين نحل مرة ونحل التانية. عندنا امتحانات اللي هو زي امتحانات الشهر وكده، نحل على امتحانات الشهر. نجيب برضو كمان على سواء الوحدة او الدرس اللي احنا لسه مخلصينه، نجيب فيديو من على اليوتيوب حل درس كذا تمام، عشان نثبت المعلومة اكتر. كل ما بنحل اكتر ده هيخلي يثبت عندنا الشرح ويثبت عندنا برضو طريقة الأسئلة. النصيحة الأخيرة اللي معرفش هي رقم كام، ودي أهم نصيحة، ودي تعتبر يا جماعة أهم نصيحة. اشتركوا في قناتي عشان تقدروا تشوفوا طرق المذاكرة اللي أنا هصورها لكم، وكنت منزلة فيديوهات مذاكرة. لما تشتركوا في قناتي إن شاء الله هتلاقوا بلاي ليست عاملاها هي طرق للمذاكرة.
اتفرجوا عليها لو انتوا عندكم مشاكل في الحفظ او في حفظ الكلمات الانجليزي او كده، هتستفيدوا ان شاء الله. بس كده، بتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك وسبسكرايب وتقولوا لي رايكم في النصايح، وانا متاكده ان النصايح فعلا لو مشيتوا عليها هتستفيدوا جدا جدا، وهتحل لكم تقريبا 90% من المشاكل بتاعه المذاكره اللي بتحصل لنا فجاه دي. ما تنسوش تحطوا لايك وسبسكرايب وتقولوا لي رايكم في فيديو النهارده، ولو عندكم برضو افكار تكتبوا لي. وبس كده، باي باي.